السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله يلقاكم هاد لا فيديو نتوما في اتم الصحة والعافية يا رب. ومرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم عبارة عن ميني باغيت معمر بحشوة اقتصادية. الصراحة كيستحق التجربة، سهل وسريع في التحضير ديالو، توجديه حتى لاخر لحظة. غندوزو ان شاء الله باش نتعرفوا على المقادير وحتى على طريقه التحضير. خديت اناء غنغربل فيه 2 كؤوس العنبه ديال الدقيق الابيض وكأس العنبه ديال الفينو. غنضيف نصف ملعقه ديال الملحه وملعقه صغيره ديال سكر حبيبات، ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه كبيره زبده، نصف كأس ديال الحليب. بالنسبه للحليب ندفيه شي شويه. غنضيف كذلك واحد 4 كأس ديال زيت المائده، وغنعجن العجين ديالي بالماء يكون دافي. نحاول ندعق هذيك الزبده في الوسط باش تطلق ليا، وفي نفس الوقت تذوب ليا هذيك الخميره. ومن بعد غنعجن العجين ديالي وندلكو غير واحد شويه ماشي بزاف. من بعد ما جمعت العجين ديالي ودلكته واحد شويه، غنرشو بالزيت، زيت المائده، وغنغطيه بالسلوفان ونخليه حتى يختمر. غنخلي العجين ديالي يختمر وغندوز باش نوجد الحشوه. عندي هنايا 2 حبات ديال البصله متوسطين في الحجم اللي قطعتهم بهذا الشكل هذا. ضفت ليهم ملعقه كبيره ديال الزبده و4 كأس ديال زيت المائده. خليت هذيك البصله تشحرات ليا شويه مع ديك الزبده والزيت، وضفت الفلفله الحمراء والخضراء. بالنسبه للفلفله كانت عندي في المجمد، يعني دغيا كترخى مع الصهد ديال المقله. دابا غنضيف الكفته. بالنسبه للكفته يعني كتبقى اختياريه، استعملوا اي نوع ديال الكفته. كما يمكن لكم تضيفوا الصدر ديال الدجاج قطعوا قطع صغيره. خليت هاد المكونات يعني تنزلوا في الطياب. ودابا غنضيف التوابل. عندي نصف ملعقه ديال الملحه، راس معلقه ديال الابزار، راس معلقه ديال السكينجبير، راس معلقه ديال الكركم، وملعقه صغيره ديال التحميره. غنضيف كذلك واحد الفص ديال الثومه محكوك اللي ما ضفتوش من الاول. وغنحرك هاد المكونات مزيان ونخليهم يهبطوا في الطياب. وغنضيف كذلك واحد حبه ديال الجزر او ما يسمى بخيزو اللي حكيتها في الحكاكه الغليظه مع استمراريه في التحريك كما ظهر امامكم. وغنضيف الشعريه الصينيه اللي سبق لي درتها في الماء غليان وخليتها مرقده واحد 10 دقائق، ومن بعد صفيتها وقطعتها بالمقص. ضفت كذلك الزيتون المقطع الاخضر، الفرماج الاحمر، وصلصه الصوجه، وخلطت هاد المكونات مزيان مزيان وطفيت عليهم النار وخليتهم يبردوا. دابا غندوز العجين ديالي بعد ما اختمر كيف ما ظهر امامكم. غنفرغ منه الغازات اللي داخل منه وغنحطو على سطح العمل. ودابا غنرش سطح العمل بالدقيق وغنطلق العجين ديالي بالدلاك. يعني هاد الطريقه انا استعملت هاد الطريقه هذه يعني كتجي سهله وسريعه. كما يمكن لكم تشكلوا غير كويرات صغار، تلقوهم بيديكم وديروا ميني باغيت ديالكم غير كويرات صغار، تلقوهم واحد شويه وديروا الحشوه. يعني استعملوا الطريقه اللي بغيتو. من بعد ما طلقت العجين قسمته في النصف. ودابا غنقاد الجوانب كيف ما شفتوا انا درتو على شكل طولي بهذا الشكل هذا، وغنقسم على 4 قطع اللي هي مستطيله. ودابا عندي هنايا الفرماج المربع او ديال الساندويتشات. كل وحده غنقسمها في النصف وندير النصف
فوق كل قطعة. ودابا غندير الحشوة فوق كل قطعة بهذا الشكل هذا، نديرها بشكل طولي. ودابا غنبدا نجمع العجين بهذا الشكل هذا. يعني ضروري ملي نجمعوا العجين نوليو نثبتوه مزيان مزيان باش ملي نديرو ميني باغيت ديالنا يطيب في الفران ما يتحليناش وتخرج العماره. هانتوما من بعد ما كنجمع كنولي نثبت العجين مزيان. يعني الطريقه راه سهله وواضحه. ودابا نتوما كيفاش كيجيونا بهذا الشكل هذا. غنديرهم في الطاوه اللي غندخل الفران. ملاحظه اخواتي بالنسبه للخماره ديال الحلويات، انا راه نسيتها في العجين. كيف ما عارفه الام اللي عندها الوليدات وكيدوروا بها راه شحال من حاجه كتنساها. نتوما يمكن لكم تضيفوها. الصراحه انا واخا ما درتهاش جاوني ميني باغيت جاو رائعين ورطبين. وانتم الا بغيتو تضيفوها، الا درتو نفس الكميه ديال الدقيق والفينو اللي درت انا، ديروا غير نصف ديال خمارات الحلويات، غير 4 غرام راه كافيه. درتو دبلتو المقادير، ديروا خماره كلها 8 غرام. غنستمر بنفس الكيفيه. بعد ما طلقت العجين ديالي وقطعته، غندير هاد الفرماج ديال السندويتشات. كل وحده كنقسمها في النصف ونوضع النصف فوق. يعني كل قطعه ديال العجين نوضع فوق منها النصف. وغندير الحشوه بهذا الشكل هذا. وغنجمع العجين ديالي ونثبته مزيان مزيان. يعني الطريقه سهله. غنديرهم في الطاوه. وانتم اخواتي، عندي هنايا صفار ديال البيضه، غنضيف ليها صلصه الصوجه وغنخلط مزيان مزيان. ودابا غندهن هاد الميني باغيت ديالي بهذا الشكل هذا. نحاول ندهنهم بالفوق ومع الجوانب. بالنسبه للفران راه شاعل، يعني خصو يسخن باش ملي ندير الطاوه ديالتي غنقصلو يعني على نار متوسطه، يطيبوا على نار متوسطه. غنزينهم هنايا. زينتهم بحبه البركه او ما يسمى بالسانوج. نتوما كيبقى لكم الاختيار بالسنجلان باش ما بغيتو، كيبقى لكم الاختيار بالنسبه للتزيين. ودابا غندير ليهم الشريطات من الفوق، ديرهم بالسكين ولا بززواره كيف ما بغيتو، بشكل مائل بهذا الشكل اللي ظاهر امامكم. وغنديرهم في الفران يطيبوا على نار متوسطه، وان شاء الله غتشوفوا الشكل النهائي. والشكل النهائي ديالهم هو هذا كيف ما ظهر امامكم. انا هنا راه تحذف لي المقطع ملي كنت كنشارك معكم وحده، سمحوا لي بزاف. الصراحه كيجيو رائعين. نتمنى من الله ينالوا الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم.